ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل الفراخ الشيش مع البطاطس في الفرن. طريقة سهلة ولذيذة خالص، ويعني متغيرة عن الطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها، بس في نفس الوقت سهلة جدا. ما اخدتش معايا وقت خالص، يعني كل الوقت اللي اخدته في التسوية في الفرن بس، لكن في التحضير مش هتاخد معاك يمكن ربع ساعة او 10 دقايق، وطالعة لذيذة جدا. بالنسبة للخضار اللي استخدمته فلفل ألوان، واحدة صفرة وواحدة حمرة، واتنين فلفل رومي. ما حطيتش فلفل سبايسي، لكن لو تحبي تحطي واحد قرن فلفل حراق كده، ده براحتك. قطعت الفلفل كده، وانتي بتقطعيه تقطعيه حتت كبيرة شوية، ما تصغرهوش قوي لأنه طبعا هياخد وقت في الفرن فما يبقاش مهري. بصلتين وسط قطعتهم مكعبات بالشكل ده. البطاطس بتاعتنا أنا استخدمت حوالي كيلو بطاطس، تقشريها وتقطعيها مكعبات وسط، لا كبيرة ولا صغيرة قوي. خلصنا بقى كده، هنبدأ نتبل الفراخ بتاعتنا. دي الفراخ طبعا اوراك متقطعة مكعبات وسط كده. ضفت لها 5 تومات مفرومين، معلقتين كاتشب، معلقتين صلصة طماطم، عصير ليمونة، والتوابل معلقة صغيرة توابل فراخ، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح. هنقلب بقى الفراخ في التتبيلة كده والليمون، وبعدين هنضيف لها الفلفل الألوان اللي مقطعينه، والبصل بقى اللي قطعناه نفصصه كده بعيد عن بعضه كده، ونضيفه للفراخ. اخر حاجة هنضيفها للفراخ معلقتين كبار زيت زيتون او زيت عادي. وقلبي بقى الفراخ كويس قوي بتتبيلتها بالزيت كده، واركنيها حوالي ربع ساعة او نص ساعة كمان لو تقدري. حطيت بقى البطاطس في الصينية، ورشيت عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، ومعلقتين زيت او سمنة اللي يريحك. ما ضفتش بقى صلصة او حاجة، لان الصلصة اللي في التتبيلة كفاية قوي. ضفت لها بقى الفراخ اهي على الوش كده بتتبيلتها. واخر اضافه هنحطها هنا في الصينيه دلوقتي نص كوبايه ميه، ما تحطيش اكتر من نص كوبايه. وغطيت بقى البطاطس بورق زبده الاول. غطيت الصينيه كده بورق زبده الاول، وبعدين ورق الومنيوم، ودخلته بقى الفرن على درجه حراره 200، الرف القريب خالص من الصاج. اخدت حوالي 40 دقيقه، وبعدين طلعتها. لما نطلعها بقى طبعا هنشيل الورق الالومنيوم والورق الزبده كده، هتلاقيها بالشكل ده. هندخلها الشوايه حوالي 10 دقايق، تاخد بس لون كده للوش، هتطلع بالجمال بقى ده. طبعًا أنا استخدمت بطاطس بس في الصينية. لو تحبي أنتِ تزوّدي أي نوع خضار تاني براحتك، يعني ممكن تحطّي مثلًا بسلة وجزر مع البطاطس، ممكن تحطّي فاصوليا خضرا، يعني تحبي بقى تغيّري نوع الخضار أو تضيفي مثلًا ترانشات جزر، اللي يريّحك. طالعة بقى مستوية حلوة أوي. الأوراق بتبقى سواها يعني بتبقى دايبة كده عن الصدور بتبقى بتشد شوية، فطالعة فعلًا لذيذة وجميلة أوي بألف هنا، والتتبيلة حلوة جدًا، وده مودي طبعًا مبسوط منها. ولو عجبتكم طريقتي النهارده اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.